حاجات في العادات اليومية للتونسي عمرها أكثر من 3000 سنة وقعدت من وقت كرتاج. التوانسة مازالوا يحيوا في طقوس الإلهة تانيت بطريقة غير مباشرة بالطبيعة. عادة كيما الجلوة مثلا. تانيت هي آلهة الخصوبة والزواج والسفر والتجارة وحماية الأسرة عند القرطاجيين. اللبسة والحركة هما شعار الإلهة تانيت. الجلوة هي عبارة على طلب من تانيت أنها تبارك الزواج. فما زاد عادة أمك تنقو اللي يعملوها باش يجيبوا المطر، على خاطر تانيت هي إلهة الخصوبة كيما عند المرأة كيما في الأرض الزادة. العادة هذه هي كيما نوع من صلاة الاستسقاء أما للإلهة تانيت بصفة غير مباشرة بالطبيعة. بالله خلوني نوضح قبل ما نكمل، لأن ما نقصدش الناس اللي قاعدين يعملوا في العادات والتقاليد هذوما توا يعبدوا في الإلهة تانيت، لا، هي عادات توارثوها العباد جيل عن جيل، وأغلب الناس ما في بالهمش أصلا شنو معناها. أنا جوست قاعدة نحكي في أصل الحكاية، نفسر في حكايات تاريخية بحتة ومانيش قاعدة ندخل في معتقدات العباد. باهي توا نكملوا. كلمة بعلي في لهجتنا نقولوا مثلا فلاحة بعلية، الحاجة هذيك طلعت بعلي، ولا فلان يخدم بعلي. نقصدوا بها حاجة تصير وحدها طبيعيا خارجة عن إرادة البشر، حاجة من عند ربي. نعرفكم على بعل حمون إله القرطاجيين. كلمة بعلي جاية من بعل حمون، بعلي يعني من بعل، من الإله. وقعدت الكلمة هذه في لهجتنا ورثناها جيل عن جيل عن جيل عمرها أكثر من 3000 سنة. الخمسة والحوتة اللي فما ناس اليوم يعتقدوا اللي هما ينحيوا العين هما رموز حماية في الحضارة القرطاجية ومرتبطين بالإلهة تانيت. هذه أكثر حاجة عجبتني كيف جيت نعمل في الغوشيرش للفيديو. كانش في بالكم اللي خبز الطابونة متاعنا توا هو بالضبط كيما خبز الطابونة متاع كرتاج، ويتيب بالضبط بنفس الطريقة. في آثار كرتاج لقاو مجسم صغير تمثال متاع امرأة تحمي في الطابونة وبعدها ولدها. مشهد كان تدور في الأرياف تنجم تشوفه هو بالضبط ليومنا هذا. حتى من الدار العربي ما طلعتش عربي برشا، اللي احنا نسميوه توا دار عربي يعني وسط دار ودايرين به بيوت، هو نمط معماري قرطاجي، وفما آثار منه في كركوي. وأعملوا فولو كنت تحبوا تعرفوا معلومات أكثر كيما هكا.